السلام عليكم. عارفين ايه دي البسارية او الانشوجة. الحقيقة انا جبتها الكيلو ب35. نضفناها وغسلناها حلو بالليمون، وهنقليها وهنعملها صنف تاني حصري على قناتي. ما شفتهاش قبل كده حد عملها خالص، بس الحقيقة انا بعملها من زمان الطريقة التانية اللي هي غير القلي وغير اللي هي بنملحها اللي هي الملوحة. أنا عملت اللي هي بنملحها دي قبل كده في القناة، عملتها. ممكن أبقى أحط لكم الرابط بتاعها تشوفوها. لكن الطريقة اللي هنجيبها في الفيديو بعد ما هنقليها دي هتبقى حصري على قناتي. الحقيقة واحدة زميلتي قالت لي إن سلفتها بتعملها كده، فكنت بعملها. جميلة جدا، جربوها. حاجة أكلة اقتصادية وموفرة جدا. السمك الوقت بقى غالي جدا، فدي ممكن تعتبر من اللي هي الأكلة الاقتصادية. أنا جبتها حطيت عليها كمون وليمون وشوية كزبرة وتوم، لأن دي حاجة أساسية. وممكن تفرديها وممكن تشبكيها كده، ممكن تعمليها قراص، يعني بتشكليها، لأن هي طبعا بتبقى أنا منضفة الراس بتاعتها ونضيفة خالص، فهي بتقدري إن انتي تشكليها زي ما انتي عايزة. فهنا أنا قليت حبة كده فرداني والباقي شكلته، عملت قراص صغيرة وشبكتها كده كل 3-4 مع بعض، وهي شكلها اهي. بعد ما اتحمرت هنيجي للصنف الجديد اللي هو هعملها كفتة. أيوة، هتتعمل كفتة يا جماعة، جميلة جدا. لو عندك معلقتين بس جمبري متنضف ممكن تحطيها معاها، هتديلك طعم الجمبري بطريقة رهيبة. لكن أنا النهاردة هعملها صافي كده من غير أي حاجة. هي البسارية وبس، متنضفة ومغسولة ونضيفة وجميلة. هنحط عليها شوية خضار، اللي هي الخضرة اللي هي البقدونس والشبت والكزبرة، وشوية توم زي ما تحطي يعني. كل ما تكتري التوم بتبقى أحلى طبعا، لأن الأسماك روحها التوم والكمون. حطيت شوية كمون، حطيت شوية ملح، شوية شطة صغيرين. كل الحاجات اللي احنا حطيناها للبسارية اللي هي المقلية او الانشوجة المقلية هنحطها هنا برضو. هتحطي كل التوابل دي والبهارات اللي انت عايزاها عليها. هنضربها في الكبة ضربة حلوة قوي محترمة كده، وهنحط لها، انا بس هنا ما جاتش اللقطة اللي هي بحط لها 3-4 معالق دقيق كده وبعجنها بيها علشان ايه، يعني تمسك شوية. هنا بروح دهنة ايدي زيت وبصبعها زي اي كفتة انت بتعمليها، ولا بتلزق ولا اي حاجة طبعا، لان احنا حطينا لها الدقيق. بصبع بقى كل الكمية وبرصها في الصينية. وكان فاضل اخر طاسة من اللي هي البسارية دي، كانت في الطاسة، في نفس الطاسة هقلي فيها الكفتة. لأن يا جماعة الزيت دلوقتي بقى غالي، فبنحافظ على كل نقطة زيت بصراحة. يعني كان الأول بقى بيحمر في زيت غزير وكلام من ده، لا لا لا، ما عادش بقى الكلام ده خلاص. إزازة الزيت بقت ب65 و70 اللي هي في أنواع بقى أغلى وأغلى من كده بكتير. فأنا إيه، يا دوبك بحط حبة بحبة في الطاسة. ما عادش بقى الزيت الغزير ولا كلام من ده يا جماعة. لازم نحافظ على ايه، على الزيت ده، بدل ما يتكب بعد ما نخلص، لا نحط حبة بحبة ونقلب الحاجة. هنا خلصت الكمية كلها.
فحطيتها ورا ايه الأنشوجة اللي هي اللي كانت مقلية. فباخد على طول واروح ايه واقلي في الزيت. هنا رصيتها كلها. النار بتبقى ايه يعني مش بتعليها قوي ولا توطيها قوي، بتبقى متوسطة كده، ويا دوبك هي بس بتشد كده تروحي ايه موطية عليها برضو ايه شوية النار، علشان ايه هي يعني ما بتغيبش في السوا. هنا اثناء ما هي بتتحمر جبت طماطمتين، حبتين طماطم يعني، وبشرتهم صغيرين مش كبار يعني. و... وعندي صوص توم. هنا بقلبها بقى، بقلب الجنب ده، يعني بعمل حاجتين في وقت واحد علشان ايه انجز واخلص. هي ما خدتش معايا وقت كبير خالص خالص. هنا انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معاها بصلايه صغيره وانا بطحنها يعني في الكب. هنقلب هنا كل اللي في الطاسه. هي الطاسه دي ما شاء الله كبيره، بتاخد يعني كميه حلوه. هنقلبها كلها، وبعد كده هعمل الصلصه بتاعتها. صلصه برضو سريعه جدا. هنجيب هنا بقى طريقة الصلصة اللي هي بعملها لها. عايزة تاكليها كده من غير صلصة من غير حاجة، بتبقى جميلة جدا برضو وحلوة. هنا علشان بروح واخداها من الصلصة بتاعتها على الرز، فبتبقى حلوة قوي. جبت معلقة زيت وفصين توم وشوية كزبرة وملح وفلفل وشطة وكمون، ورحت حاطة عليها ايه الطماطم اللي انا بشرتها، ورحت حاطة كمان معلقة صلصة عليها. ورحت مزوداها شوية مية صغيرين قوي، يا دوبك راحت غليت غلوة واحدة كده. ورحت ايه حاطة فيها الكفتة بتاعة الأنشوجة، خدت برضو غلوة واحدة وخلاص على كده. يعني مش بنديها كتير، لأن هي الأنشوجة أصلا الكفتة بتاعتها ما بتاخدش يعني وقت طويل وبتستوي. هي بتتحمر على طول، بتتعامل يعني معاملة كفتة السمك العادية. طلعت وحطيتها على طول اهي في الصلصة، على طول من الزيت على طول حطيتها في الصلصة. خفيفة وجميلة جدا وموفرة وطعمها جميل جدا. جربوها وقولي لي رأيكم ايه فيها. هي دي حصري على قناتي، محدش عملها قبل كده. كفتة اقتصادية جدا. الكيلو البسارية ب35 جنيه. كيلو بيعمل لك أكلة كبيرة جدا، يعني تكفي بدون مبالغة كده 6 أو 7 أفراد هياكلوا هيشبعوا.
وادي الكفتة اهي. اتمنى ان اكلنا يعجبكم واشوفكم على خير. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وتعليق حلو زيكم كده، وسلام.